خايفة قوي عموما أبقى بثير الجدل. هل إحنا نقدر نحب كتاب حتى لو هو بيتعارض مع فكرنا ومبادئنا؟ الطبيعي إنك هتتعلق أكتر بالشخصيات اللي طريقة تفكيرها شبهك وآرائها زيك، وبيحصل العكس، أنت نفسك كقارئ بتحس شوية بانكمفتابيلتي أو عدم راحة، خصوصا لو علاقتك ببطل مثلا شرير أو بيعمل حاجات غلط. فهل معنى إني أقول إن أنا حبيت كتاب إن أنا بتفق مع آرائه كلها؟ أنا مقتنعة جدا إن الإنسان لو قفل على نفسه وعلى أفكاره وبيقرا الحاجات اللي مخليه بس جوه قوقعته فدي مشكلة. لا، يلا نسمع رأيي في الناحية التانية خالص ونفكر بموضوعية. انا ايه الحاجات اللي اقدر ادافع بيها عن طريقه تفكيري ضد الفكر الاخر؟ وكتب كتير قوي بقى ممكن اكلمكم عليها دلوقتي. كتاب ذا سترينجر اللي بالمناسبه افكاره تعبتني جدا، بيتكلم على فلسفه العبثيه، فكره انا فعلا مش قابلاها، ومع كده انا شايفه ان الكتاب كويس ونواحيه الادبيه عاليه جدا. بنات حواء الثلاث اللي بيتكلم على معتقدات دينيه وحياتيه، عندي مشاكل كتير مع افكاره ومع ذلك انا بحبه. ده يمكن الكتاب الوحيد اللي قريته في الموضوع ده وكان كويس. معظم الكتب خصوصا اللي بتناقش مواضيع دينيه بتبقى في منتهى القذاره والتدني الاخلاقي. ما اقدرش ابدا اني اقول على واحد منهم ان انا حبيته زي كتاب ذا بلاك كات لادجار الين بو. البطل فيه بيدافع عن فكره ان الانسان بيعمل حاجه غلط لمجرد انها حاجه غلط، مش عشان هو جواه دوافع تانية. كل الكتب دي بتديني نظره مختلفه عن الموضوع، نظره يمكن اكون مش هشوفها لوحدي. فانتوا بقى قولوا لي ايه رايكم في الموضوع ده وبس.